السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش شقق العرايس بسواق وأسود. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهم في خير. معاكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش شقق العرايس. فيديو النهاردة ده فيديو كنت أنا مصوراه يمكن ليا سنتين دلوقتي. فأنا بجمع كل الفيديوهات اللي عندي على صفحة الفيسبوك بجمعها على القناة، بحيث إن انتوا اللي حابب يتفرج على الفيديوهات ويشوف الديكورات، يشوف النظام في الحاجات الحديثة. النهاردة الفيديو ده مش دولاب عادي، ده دريسنج روم. حلوة فكرة الدريسنج اللي يبقى ليه باب إزاز جرار، مختلف طبعا، ما يكونش مفتوح كله. هنا ده فوط، دي الفوط، دي رصة الفوط. وعايزة اقول لكم لو انتوا هتفرشوا الدريسنج مش هيبان منه يعني المفرش مش هينزل منه زي الدولاب، يعني مش هنبين حتة منه زي الدولاب العادي. هو الافضل يتفرش بس ما يبانش طبعا، لانك ما تحطيش الهدوم والحاجة بتاعتك كده على الخشب على طول. دي رصة الفوط. هنا برضو حطينا شنط الخروج. ده اللبس الصيفي البيتي. هنا حطينا دي بطانية والحاف زي نوم بشرطان الستان. انا بس حبيت برضو انشر الفيديو تاني بحيث ان انتوا عشان اقول لكم على الفكرة ان هو الدريسنج مش لازم يكون كله مفتوح، لازم تعملوا له باب بحيث ان يحفظ من الاتربة، يحفظ الهدوم والحاجة عشان التراب وكده. ده الافضل طبعا. دي رصة الملايات، دي اطقم ملايات. اللي فوق الرفين دول اطقم ملايات سادة. وفوق هنا ده بطانية وطقم كوفرت، وتحت فوط. وهنا حطينا البيت الشتوي، ودي فوط وفوق بطانية، وبرضو بطانية تاني. كده يكون الدرسات معنا خلص. ده كان زي التسريحة حطينا فيها حاجات خاصة بالعروسة، الميك اب بتاعها. ده شكل المراية برضو. شكل الدريسنج من بره. نشوف برضو النيش بعد كده. هنا ده النيش. تحت هنا حطينا طقم صيني، ده طقم صيني نص. حطينا الطقم كله في رف واحد. اللهم بارك، كان مميز برضو. من أطقم الصيني اللي انتشرت فترة كبيرة، ويعني من أشيك أطقم الصيني بصراحة. هنا ده طقم فطار أسود أو طقم شاي وجاتوه على حسب مسماه كل بلد. ودي أطقم زينا جنبه بطقم كاسات. شوف الرف اللي بعده، هنا حطينا أطقم كاسات. ده طقم كاسات بدورة لونه ذهبي. ده شكل طقم الكاسات. حطينا جنبه طقم كاسات برضه لونه أسود، يفصل اللونين عن بعض. برضه نفس النظام، هنا دي طقم كاسات لونه ذهبي بالقارورة بتاعته. فصلنا بينهم بطقم كاسات لونه أسود. فوق برضه حطينا هنا طقم كاسات قارورة بس لونه فضي، ومعاه كوباية مية وشاي لونهم ذهبي. وهنا ده طقم كاسات برضه بس زينة، ألوان الطيف، هو اسمه طقم كاسات ألوان الطيف. موجود لحد دلوقتي، في ناس بتجيبه. ده كان شكل الرف الأخير.
ده شكل النيش. هنشوف بقى هو كان نيش ودلسوار، هنشوف الدلسوار، وكمان كان معاهم قطعة نيش صغيرة برضو هنشوفها. كده يكون النيش خلص معانا. ده الدلسوار بتاعه، وكان جنبه قطعة نيش صغيرة برضو. هنشوف النيش ده. هنا حطينا فيه فوق هنا كوبايات مية وشاي، وتحت هنا طقم فناجين قهوة، ودي استكانات قهوة بالطبق بتاعها، وتحت برضو كوبايات. ده الدلسوار، حطينا برضو هنا كوبايات وحطينا صواني مش استعمال، يعني مش هتستعملها في المطبخ. هنا ده طقم الأركوبال، وتحت هنا حطينا شنطة وجنبها طقم صواني برضو العروسة مش محتاجاه في المطبخ عشان ما نزحمش الدنيا. طقم الأركوبال دلوقتي عايزة اقول لكم مش كل الناس بتجيب، في ناس بتجيب مكانه طقم عشا، يعني نحاول منكترش في الأعداد. دي هنا برضو أطقم كوبايات. ده طقم شمعتان للدلسوار لونه ذهبي. وبكده يكون خلص النيش معانا. شوف أوضة الأطفال، اللهم بارك. من أحب الأوض يعني. ألوانها هادية جدا مريحة للعين. وكان طقم المفرش بتاع الفرح كان مميز بصراحة، يمكن ما شفتش زيه قبل كده ولا بعد كده بصراحة، يعني الفيديو ده يمكن ليه سنتين. أنا مفرش الفرح ده ما شفتش زيه، ما فرشتهوش تاني يعني. ده كده شكل الدولاب، سريرة الأطفال. ده الدولاب. هنا حطينا كل الملايات، أطقم الملايات. فوق هنا حطينا طقم اللحاف، بيبقوا اتنين مع بعض، وزينا جنبه فوط الأطفال. هنا دي ملايات أطفال برضو الرفين دول، وتحت دفايات وطقم فوط أطفال، وده لحاف أطفال. وفوق برضو منه أطقم ملايات أطفال. ده كانت كده دي الطرفة الأولانية، الضرفة الأولى. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. لو وصلتوا معايا لغاية هنا أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد فيديوهاتي الفرش والعرايس. هنا حطينا برضو لحافات أطفال ومدفيات، ودي بطاطين أطفال. وحطينا تحت هنا طقم دفاية، وجنبه مفرش القطيفة أطفال. حطينا جزء تحت وجزء فوق جنبه دفايات. كده يكون دولاب الأطفال خلص معانا. ده شكل النهائي لأوضة الأطفال. أتمنى يكون شغل عجبكم. هستنى رأيكم وأشوفكم على خير. مع السلامة.